مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. من الفضاء الإريترية نحييكم ونقدم إليكم منشرة أخبار المساء، وفي البدء نستهلها بأهم وأبرز العناوين. افتتاح أسبوع الاستغلال للمدارس بالإقليم الأوسط. المدرسة الداخلية بغرداد تسهم في ضمان مشاركة الطلاب في العملية التعليمية. جهود بإقليم جنوب البحر الأحمر للوقاية من مرض الملاريا. واشنطن تعلن تدمير زوارق إيرانية في مضيق هرمز، وطهران تنفي. تزامنا مع يوم النصر، روسيا وأوكرانيا تعلنان وقفا لإطلاق النار. أوروبا تعيد حسابات أمنية على هامش قمة يريفان. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. افتتحت اليوم الخامس من مايو فعاليات أسبوع الاستغلال للمدارس في الإقليم الأوسط، وذلك في مدرسة أسمرة الثانوية ضمن الاحتفالات بالذكرى 35 للاستغلال تحت شعار صمودنا ضماننا. وجرت مراسم الافتتاح بحضور وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد ومفوض الثقافة والرياضة السفير زمد دخلي، حيث أكد مسؤول فرع التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ بلاي هبتجابر أكد في كلمته بأن الاستغلال الذي تحقق بفضل التضحيات يتطلب الحفاظ عليه وتعزيزه من روح الالتزام والعمل الدؤوب، مشددا بأهمية ترسيخ هذه القيم في الأجيال الصاعدة. وأشار إلى أن نحو 99% من الطلاب في الإقليم يتلقون تعليمهم بالقرب من مناطقهم في مؤسسات تعليمية تمتد من مرحلة ما قبل المدرسة إلى المرحلة الثانوية، لافتا إلى ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من التقدم، خاصة من خلال تطوير الكفاءات المهنية للمعلمين ومديري المدارس والمشرفين عبر برامج تدريبية مستمرة. وشهدت مراسم الافتتاح عروضا ثقافية وفنية عكست التنوع الوطني بحضور عدد من الإقليم الأوسط، من بينهم المدير التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد زرقي تولى برهان. ومن المقرر أن تستمر فعاليات أسبوع الاستغلال للمدارس حتى 23 من مايو الجاري عبر برامج وأنشطة متنوعة تنظم في مختلف المؤسسات التعليمية على مستوى الإقليم من مرحلة ما قبل التعليم المدرسي وحتى التعليم الثانوي. تساهم المدرسة الداخلية بمديرية غرداد في تعزيز استمرارية التعليم وضمان مشاركة الطلاب من خلال توفير بيئة تعليمية ومعيشية متكاملة تساعد على مواصلة دراستهم في ظروف مستقرة. وتأسست المدرسة عام 1995، حيث تستقبل طلابا من عدد من المديريات، من بينها ملقي ومنصورة وشامبوكو وعلي القاش ومقلو ودقة، وتقدم خدمات تعليمية للمرحلتين الإعدادية والثانوية، إلى جانب مساهمتها في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ حسب الله محمد نور أن المؤسسة تعمل على توفير بيئة مناسبة تتيح للطلاب التركيز على دراستهم، مشيرا إلى أن الخدمات المقدمة أسهمت في الحد من التحديات المعيشية التي قد تعيق استمرارهم في التعليم. من جانبه أكد عدد من الطلاب بأن توفر الإقامة والخدمات الأساسية ساعدهم على التفرغ للتحصيل العلمي، داعين إلى توسيع مثل هذه المبادرات لتشمل المزيد من المستفيدين. ووفقا لبيانات المدرسة، تقدم المؤسسة خلال العام الدراسي الجاري خدمات متكاملة لنحو 852 طالبا، بينهم 54% من ذوي الإعاقة السمعية. نظم فرع وزارة الصحة بإقليم جنوب البحر الأحمر في 30 من أبريل المنصرم برنامجا توعويا استهدف سكان إدارة ضاحية شيخ هايتو بمدينة عصب، ركز على سبل الوقاية من مرض الملاريا والأمراض المنقولة عبر المياه. أوضح مدير فرع وزارة الصحة بالإقليم الدكتور علي حالو أن الهدف من هذه الحملة هو رفع مستوى وعي المجتمع بوسائل الوقاية من الأمراض المعدية بشكل عام، مع التركيز بشكل خاص على مرض الملاريا والأمراض المرتبطة بالمياه خلال موسم الأمطار للحد من انتشار العدوى. وأشار إلى أهمية تطبيق الإجراءات والتوجيهات الوقائية على أرض الواقع، مؤكدا على ضرورة الاستخدام المنتظم للناموسيات وتعزيز جهود النظافة البيئية على مستوى المجتمع. من جانبه، أوضح مسؤول وحدة مكافحة الملاريا بالإقليم السيد دانيال جبريويت بأن موسم الأمطار يوفر بيئة مناسبة لتكاثر البعوض، داعيا المواطنين إلى تغطية أو ردم مواقع تجمع المياه كالحفريات والخزانات المفتوحة، إضافة إلى الاستخدام الصحيح للناموسيات. وفي ختام الفعالية، شدد حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي شدد على أن الحفاظ على الصحة العامة يمثل أولوية قصوى، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة في المناطق التي تظهر فيها حالات الملاريا، خاصة في ظل طبيعتها العابرة للحدود.
نظم مركز التدريب المهني للعمال في مصوع جولة في 2 مايو إلى المواقع التاريخية والتنموية للمشاركين في الدورة التدريبية 11. شملت الجولة زيارة مصنع العلب وبولي بلاستيك وهيئة ميناء مصوع ومسجد الصحابة التاريخي ومحطة حرقيقو لتوليد الطاقة وسد قحتيلاي. أوضح المسؤول الإداري لمركز التدريب المهني للعمال في مصوع سيد نقوسي جرماي أن الهدف من الجولة هو تعريف الشباب بتاريخ منطقتهم وبرامج التنمية الجارية فيها. وأشار الزوار إلى أن بعض المؤسسات التي زاروها لها ارتباط مع مجالات التدريب التي تلقوها. تخرجت حوالي 250 امرأة ممن شاركنا في برنامج التدريب المهني الذي نظمه الاتحاد الوطني للمرأة واتحاد الشباب والطلاب في منطقة تخول وبلدة ماعداقة التابعتين لمديرية دقم حري. وشمل التدريب الذي استمر قرابة 4 أشهر أعمالا خزفية والعناية بالبشرة وتصفيف الشعر. وفي كلمته خلال حفل التخرج قال مدير ماعداقة السيد أول خير علي أنه من المتوقع أن تنتج المتدربات منتجات تنافسية حيث أنهن تلقين تدريبا عزز خبرتهن في هذا المجال. وحثت كل من مسؤولة اتحاد المرأة في الإقليم الجنوبي السيدة سناية أفورقي ومدير مديرية دقم حري السيد يماني أبرة المتدربات على العمل لتحسين منتجاتهن من حيث الجودة والكمية. وصرحت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخاء أسفا ميكائيل بأن التدريب سيعزز من إنتاجية النساء وقدراتهن. وحثت المؤسسات الحكومية في المنطقة على المساعدة في خلق فرص عمل للمتدربات. وفي الختام اطلع الحضور على الأعمال اليدوية للمتدربات. حفز أهالي وإدارية ضاحية داسي بمديرية بارنتو أعضاء مؤسسة بالدول للإنشاءات العامة والذين يعملون على إعادة تأهيل الطريق الترابي بين بارنتو وتكومبيا من خلال تنظيم برنامج ترفيهي. وصرح مدير ضاحية داسي السيد إدريس دانيك بأن أعمال التنمية التي ينفذها أعضاء مؤسسة بالدول للإنشاءات في منطقتهم قد أسهمت بشكل كبير في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. وقال أنه ينبغي مواصلة مثل هذا البرنامج الذي نظموه لتحفيزهم. وقال المهندس طعامي عندي عضو المؤسسة المسؤول عن العمل أن طريق من بارنتو إلى داسي والذي يبلغ طوله أكثر من 25 كيلومترا قد تم تجديده بتربة مختارة مع مراعاة تزويده بمنافذ للسيول. وأن 4 جسور متوسطة وكبيرة الحجم قيد الإنشاء مقدما شكره على حسن الضيافة. وأكد السيد زرع تخلزقي مسؤول قسم مراقبة القرى والمشاريع في مديرية بارنتو أن أعضاء المؤسسة قد تغلبوا على كل التحديات وهو ما يدل على التزامهم وتفانيهم الكبير. مضيفا بأن برنامج الترفيه والتحفيز الذي نظمه سكان إدارة ضاحية الداسي يهدف لتعزيز حماسهم. هذا وقد أكد أعضاء مؤسسة بالدهو في الختام التزامهم التام بمسؤولياتهم تجاه الشعب والحكومة. مشاهدينا الأفاضل كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. معنا. مرحبا بكم على الصيد العالمي. قال الجيش الأمريكي أنه دمر 6 زوارق إيرانية صغيرة واعترض صواريخ كروز وطائرات مسيرة أطلقتها طهران وذلك في مواجهة مساعي الجمهورية الإسلامية لإحباط عملية بحرية أمريكية جديدة لفتح الملاحة في مضيق هرمز. لكنه قرر بسعي الحرس الثوري الإيراني المستمر لعرقلة عملية ترامب. وتضمنت العملية الأمريكية لفتح مضيق هرمز عدة خطوات بدأت بإزالة الألقام الإيرانية. وأكدت الولايات المتحدة سلامة الممر في وقت سابق بإرسال سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبر المضيق. ونفى الحرس الثوري الإيراني سفن تجارية للمضيق خلال الساعات القليلة الماضية مشيرا إلى أن إعلان الولايات المتحدة لا أساس له من الصحة. بينما نفت وسائل إعلام إيرانية رسمية أيضا الأنباء عن إغراق الولايات المتحدة زوارق إيرانية. هذا ووردت أنباء عن استهداف عدد من السفن التجارية واشتعال النيران في ميناء نفط إماراتي بعد هجوم إيراني، في حين أعلنت كوريا الجنوبية عن تعرض إحدى سفنها التجارية لانفجار وحريق داخل المضيق. أعلنت روسيا وقفا لإطلاق النار من جانب واحد مع أوكرانيا بين يومي 8 و9 مايو تزامنا مع إحياء موسكو يوم النصر في الحرب العالمية الثانية، وهددت بضربة صاروخية كبيرة على كييف في حال تم انتهاكه. وأردت كييف إعلان هدنة خاصة بها تبدأ اعتبارا من 6 مايو، مشيرة إلى أنه ليس جديا مطالبتها بالالتزام بوقف إطلاق النار خلال مناسبة عسكرية روسية. ووفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية يأتي هذا
التراشق في ظل فتور الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين الطرفين مع تحول اهتمام واشنطن نحو التصعيد في الشرق الأوسط. واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهدنة لأول مرة الأسبوع الماضي خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وأردت كييف بأنها ستطلب من واشنطن تفاصيل بشأن المقترح. شهدت قمة المجموعة السياسية الأوروبية المنعقدة في أرمينيا تأكيد القادة الأوروبيين ضرورة تولي أوروبا مسؤولية أمنها بنفسها، معتبرين قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ بسحب آلاف الجنود الأمريكيين من ألمانيا مؤشرا جديدا على ذلك، في حين أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الذي يشارك في القمة لأول مرة أن بلاده وأوروبا ليستا محكومتين بالخضوع لنظام عالمي وحشي جديد. وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون الأسبوع الماضي أنها ستسحب نحو 5000 جندي من ألمانيا، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين: سنخفض العدد خفضا كبيرا وسنخفضه إلى ما هو أكثر من 5000 جندي. وتعد قمة يريفان الأولى من نوعها في منطقة القوقاز في وقت تعمل فيه أرمينيا على تعزيز علاقاتها مع أوروبا. في الخبر الأخير قتل 26 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 60 في انفجار بمصنع للألعاب النارية جنوبي الصين. وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية أن الانفجار وقع في مصنع للألعاب النارية بمدينة شانشا بمقاطعة هونان، ونشر نحو 500 من رجال الإنقاذ في موقع الحادث، كما جرت عمليات إجلاء في المناطق المعرضة للخطر. هذا وقد بدأت السلطات إجراء تحقيقات لمعرفة سبب الانفجار. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. افتتاح أسبوع الاستغلال للمدارس بالإقليم الأوسط. المدرسة الداخلية بقردات تسهم في تعزيز دعم الطلاب. جهود بإقليم جنوب البحر الأحمر للوقاية من مرض الملاريا. واشنطن تعلن تدمير زوارق إيرانية في مضيق هرمز وطهران تنفي. تزامنا مع يوم النصر روسيا وأوكرانيا تعلنان وقفا لإطلاق النار. أوروبا تعيد حسابات أمنها على هامش قمة يريفان. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.